السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عارفين طبعا الجو حر وعايزين اي حاجة كده ايه نرطب بيها. هنعمل النهاردة ايس كريم. انا عملته معاكم الايس كريم قبل كده اللي هو الجاهز ده بثلاث نكهات. انا جايبة منه النهاردة الفراولة والمانجا، وهنعمل كمان حاجة كده فريش اللي هي ايه، هنعمل الموز ده انا مفرزاه، وشكل البتاع الصباع كده بيبقى اسود، دي القشرة بس اللي سودا، انما هو من جوه زي ما انتم شايفين كده بيبقى جميل كده. واللي هو الموز ده هحط له كريم شانتيه، وهنحبيه ان شاء الله في البسكوتات دي، مش هنحط النهارده في بولات. اللي هو ده الموز هيحتاج نحط له معلقتين من العسل وعصرة ليمونة علشان ما يسودش. يلا نبدأ كده، بسم الله، ونشوف هنبدأ بايه. هرست الموز ونزلت عليه بعصرة الليمونة علشان ما يسودش، نزل عليه بمعلقة كبيرة كده من العسل، ما تكتريش على السكريات علشان الموز برضو فيه سكريات طبيعية. هنزل كده ب3 معالق من الكريم شانتيه، ونص كوباية بس مية ساقعة، وهضربه بالمضرب لحد ما يغير لونه خالص ويدينا قوام حلو. عمل لنا كمية جميلة. متنسوش الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام وذكر الله والدعاء لأهل غزة. بقى بالقوام ده هجيب بقى كيس تلاجة واحطه فيه، هنزل بيه كده. شايفين قوامه عامل ازاي؟ ما شاء الله. وهعمل بقى نفس اللي عملته كده في النكهات التانية. كده نضفت البولة ونزلت بالمانجا، عليها كوباية من المية، وتمن الكريم، تمن الايس كريم بياخد كوباية مية، بيبقى قوامه زي ما انتوا شايفين كده. شايفين كمية جميلة ازاي؟ يعني تكفي العيلة كلها. عملته بالشكل ده، احطه بقى في الفريزر واطلعه كده، اطلع منه الهواء وارجعه في الفريزر تاني لما بقى بالشكل ده. هنجيب بقى البسكوت ونحطه فيه، كان طعمه تحفة. هنزل كده عاملة البسكوتة كلها عشان يبقى فيها نفس الطعم، وعليها ده. وبعد كده الشكل بقى اللي هو في القرطاس. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوناش بقى في لايك وشير فضلا وليس امرا. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.